ازيكم؟ معكم ابراهيم الشرباجي. النهارده هنتعلم ازاي نمكن الشخص ان هو يرفع الصوره الشخصيه بتاعته للموقع باستخدام لارافيل لايف واير. في الحلقات اللي فاتت كنا بنستخدم لايف واير كومبوننت ونضيفها لصفحه عندنا. الوقت بقى احنا عايزين نبدا نضيف في الحلقه دي ازاي نستخدم اللايف واير كومبوننت كفول بيج كومبوننت، صفحه كامله. يعني هنا مثلا في الداشبورد استخدمنا اللي اوت اللي عندنا، بعد كده قمنا ضايفين فيها الكومبوننت بتاع اللايف واير. لا، احنا مش عايزين اصلا نستخدم اللاي اوت ده كده، عايزين الصفحه اللايف واير ده يكون بيج كامله. ده هنعملها ازاي؟ اول حاجه هنعمل كومبوننت لايف واير عاديه، بي اتش بي ارتزان ميك لايف واير. بعد كده بنقول إيه، هنعملها مثلًا صفحة الsettings، هنعملها النهارده صفحة تغيير الصور الشخصية، فهنضيفها جوّه الsettings. فهنقول إيه settings، هو طبعًا بينزل تحت لايف واير، وبعد كده نختار الfolder اللي إحنا عايزينه أو نعمل folder جديد، نعمل settings مثلًا مثلًا نخلّيها profile، بعد كده image. على طول اتكرت معانا class والview بتاعنا. عشان نبدأ نستخدمها كfull page component هنروح للroute بتاعنا، هنروح للweb. هتلاقي عندنا هنا إيه، عندنا هنا روابط جاية مع لايف واير، اللي هي مثلًا ده البروفايل اللي هي الصفحة الأساسية ديّة. فهنبدأ نعمل بالضبط زيّها رابط لتغيير الصورة. هنيجي مثلًا ده ناخد كوبي ونحطه تحت، هنغيّر بس نخليه هنا image. تاني حاجة هتلاحظها ده الراوت عادي، وشغل راوت عادي راوت get post، بس طبعًا هو get عشان إحنا هنا بنرجّع view. بعد كده هي بتفرق بقى هنا في الclass، هنا بنرجّع الإيه، بنرجّع class بتاع الlive wire. فهنغيّر ده، هنشيل ده كده ونعمل profile image تحت ديّة وناخدها ونحط class. كده اتعمل. بعد كده هنخلّي الname مثلًا profile image. بعد كده هنيجي هنا نكتب PHP artisan optimize عشان الراوت يتحدث. كده الراوت تمام بقى جاهز معانا. عشان نبدأ نستخدمه هنستخدم الlayout ديّة. لو أنت خدت بالك هنا الموقع بيستخدم 2 layout، layout الخارجية بتاعة الموقع والlayout وأعملها للsettings. والّا جيت هنا تبُص فين، مثلًا على صفحة البروفايل هنا، هتلاقي إن هو مستخدم X settings layout. ده طالما هو X كده فده رايح للlaravel component. هتروح فين، هتروح للcomponent هتلاقي هنا في الsettings الlayout بتاعتنا. الlayout عبارة عن nav اللي هي ديّة، بعد كده الmain content هنا. لو أخدت بالك برضه هو مستخدم إيه الwire navigate. الwire navigate دي بتعمل إيه، دي من ميزات livewire إنها بتعمل حاجة زي single page application. لو أنت أخدت بالك هي مش بتعمل reload للصفحة كاملة، هي بس بتجيب الcontent بس اللي أنت عايزه. هنبدأ نضيف الرابط الجديد بتاعنا، فهنيجي هنا مثلًا هنا في الlayout في الsettings ونحط الرابط. أول حاجة هنا href ديّة، ده بننادي على flux بنباصي ليها الرابط بتاعنا، الsettings profile image. بعد كده نستخدم wire navigate اللي إحنا لسه متكلمين عليه، بعد كده اسمه إيه profile image. لو جينا هنا نبُص هنلاقي الضاد تحت هنا أهوّة profile image تمام. قبل ما نبدأ نبني في الصفحة، لو أنت أخدت بالك الصفحة فيها الlayout الطبيعي بتاع الموقع من غير ما إحنا نضيف هنا layout. ده ييجي إزاي؟ لو أنت رُحت مثلًا على الconfig هنا الأول، أيوه، لو نزلت هنا هتلاقي إن الlayout على طول دايمًا هيكون الcomponent layouts وapp. لو أنت جيت تبُص هنا components layout، component layout تحت هنا الapp أهي. ده الlayout اللي إحنا بنستخدمه. لو أنت أخدت بالك برضه هو استخدم إيه، قال لك X layout استخدم الlayout اللي متخزن جوّه هنا، لكن ده الlayout الأساسي اللي هو ده. لكن هو بيستخدم حاجتين، بيدخل جوّه الlayout هنا بيستخدم sidebar، لإن أنت لو جيت تبُص هنا في sidebar وفي header. لو أنت مثلًا غيّرت ده لheader وعملت refresh كده مثلًا، هتلاقي استخدم الlayout الheader بتاعه، بس إحنا مثلًا نستخدم الsidebar دلوقتي. headbar، نعمل refresh، الsidebar رجع أهو. يبقى Livewire بيستخدم ده كdefault backup لو ما فيش layout أنت حددته. لأن أنت ممكن تيجي هنا مثلًا، ممكن تيجي هنا layout، ممكن تيجي هنا وتستخدم إيه، تبدأ تستخدم الlayout اللي أنت عايزه. فممكن تعمل layout. لو أنت بقى عندك أكتر من layout فأنت ممكن تبدأ تختار الlayout اللي أنت عايزه. وكمان حاجة إن أنت أخدت بالك ما فيش title. لو عايزين بقى نضيف title فأنت هتيجي بعد layout كده وتعمل title. مثلًا title هنا profile image، تعمل refresh profile image اتعمل. ديّة إزاي؟ لو أنت رُحت على الlayout بتاعتك layout لأ ثانية بس أكبر، هتلاقي هنا مستخدم version header أو هنا أهوّة title أهي.
بيجيب لك الtitle أو الconfig. أنت ممكن مثلًا تشيل ده وتحط كده مثلًا Brian، هيبدأ هنا يتعرض اللي أنت كتبته. هنا الtitle، هنا أنت بتباصي من الcontroller من الclass للlayout، فهو بيبدأ يتطبع معاك هنا. في طريقة تانية للlayout، لو أنت مش بس عايز تستخدم chain method كده، تكتب هنا تيجي فوق وتبدأ تستخدم use title attribute وlayout attribute، بعد كده layout تحدد الheader والtitle profile image. مثلًا بعد كده هنشيل مثلًا ده، تمام، بس الcomponent layout هو تمام، كده استخدمه. ممكن على طول تدخل جوّه الapp .app، لإن اللي أنت فاكر .app sidebar، تستخدم الsidebar. هنا هيكون في بس مشكلة، لإن هو هنا باستخدم spot، وأنت خدت بالك هتلاقي بتستخدم ده، أو يعني حسب التصميم بتاعك لو أنت مستخدم starter kit أو حسب التصميم بتاعك يعني. لكن أنا عن نفسي هاقعد أستخدم طريقة الchain ديّة عادي. في البداية عشان نشتغل على نظام الصور هنبدأ الأول نضيف الimage URL في الdatabase بتاعتنا. أنا تضيفها على طول على جدول الusers لأن المشروع لسه مبني جديد. لكن لو المشروع بتاعك بقى كبير ممكن تعمل PHP artisan migration، وتضيف migration جديد add column للusers، وتبدأ تضيف الimage URL. أنا حاطه هنا 500 حرف يعني بحيث يكفي لو الرابط كبير مثلًا. بعد كده تنزل تحت وتكتب PHP artisan migrate refresh، تمام. لكن أنت لو add column فأنت هتعمل migrate على طول. بعد كده بعد ما تعمل هنا في الmigration هتروح الuser، ما تنساش تحط الfillable، تحط الimage URL. في البداية أنا كتبت الكود كامل وهو مرفوع على الGitHub، وهابدأ أشرح عليه بدل ما أقعد أكتب وأسرح. أول حاجة هتلاحظها جوّه الclass اللي أنا استخدمت حاجة اسمها with file upload. with file upload ديّة زي ما هُم قايلين ده عبارة عن trait. الtrait ده بيمكنك إن أنت تتعامل مع الملفات اللي أنت رفعتها مثلًا في الwire model، تتعامل معاها كمتغيرات. فأول حاجة إحنا عندنا هنا متغيرين public image وpublic current image. current image دي الصورة اللي المستخدم هيشوفها أول ما يدخل الموقع، الصورة بتاعته. أول ما يدخل الموقع اللي اسمها إيه، اسمها public function mount. أول mount ده يعني أول ما يدخل الصفحة على طول الfunction دي بتتنادى مرة واحدة بس. بنقول إيه this current image، الصورة ديّة هنروح للمودم بتاع، هنروح على الOS user ونجيب الimage URL بتاعته، عاملين عليه بتين استفهام. يعني لو القيمة موجودة، حتى لو مش موجودة هاحط إيه، قيمة فاضية. تمام، هنروح للprofile image. جوّه الprofile image هتلاقي أول حاجة استخدمنا الinclude ديّة، ده include زي الprofile العادي، بيضيف الheader ده يعني. تمام، بعد كده عندنا إيه، عندنا جوّه الlayout عندنا الكود ده. أول حاجة الكود ده بيعرض الصورة نفسها، بيقول لك لو الصورة اللي إحنا لسه متكلمين عنها موجودة ابدأ اطبعها، لو هي مش موجودة ابدأ اعمل لي الدايرة. تمام، اعمل لي الدايرة هنا وحُط فيها حرف الإيه، المستخدم موجود، هتلاقي حرف موجود أهوّة. تمام، بقية الكود بنبدأ نستخدم model، بنفتح model عن طريق إيه، model هنا أهو، بنضغط هنا يفتح model. الmodel ده عبارة عن إيه، عبارة عن flux model. أول حاجة heading وtext عادي، بعد كده نيجي على الform ده بتروح لupdate profile image function هناك. أول حاجة لو لاحظت اللي إحنا عاملين إيه، عاملين flux input نوعه wire model image، نفس المتغير اللي إحنا عاملينه في الclass، بيaccept أي image من أي نوع. تمام، بعد كده لكن لو أخدت بالك هنا عاملين إيه، عاملين if لو الimage دي، لو المتغير ده اتحط، ابدأ اعمل لي temporary URL ليه، وابدأ اعرضه. لو رُحنا هنا الموقع وضغطنا على الflex هنا، نبدأ نرفع صورة، على طول الصورة بتتعرض لأن دلوقتي if image اتحققت. تمام، بعد كده لو عملنا save على طول بتتحفظ صح. الصورة ما اتحفظتش ليه؟ لأن إحنا نسينا نكتب حاجة مهمة، نسينا نكتب PHP artisan. تمام، بعد كده storage link، دي ضرورية عشان تبدأ بعد كده الصورة تتحفظ. عملنا refresh هنا الصورة هتبدأ تبان معانا. نشوف بقى الfunction عبارة عن إيه، اسمها update profile image. أول حاجة بنعمل validation للimage اللي إحنا عملناها فوق ديّة، required وimage وmax مثلًا 5 ميجا. أول حاجة بنجيب المستخدم، بعد ما نجيب المستخدم كل الحكاية بنجيب الرابط، بنعمل الرابط اللي اتحفظ بيه. بنقول إيه this image، الصورة دي هنعمل لها store فين، في ملف اسمه الuser. تمام، هنعمل بعد كده هنضيف للuser ID ده، عشان إحنا بنعمل دلوقتي رابط لكل مجلد لكل مستخدم. تمام، بعد كده جوّه مجلد اسمه الprofile image على الdisk الpublic عشان أي شخص يقدر يشوف الصورة دي. بعد ما عملت كده، أنت كده حفظت الصورة على الإيه، على البتاع على السيرفر عندك.
هتبدأ تعمل update يعني نقول للuser دي update الimage URL هنعمل storage URL للباث ده، عايزين الURL للطريق ده. وطبعًا ما تنساش تعمل use هنا use us كمان livewire وstorage. تمام، بعد ما تعمل كل الكلام ده هتبدأ ترست الcurrent image هتستخدم بدل الcurrent image بدل الصورة القديمة هتبدأ تستخدم الصورة الجديدة. بعد كده هتعمل reset للفورمة وكمان وتقفل الفورم. بعد كده عندنا هنا live wire alert عشان نبدأ نبين يعني الصورة اتحفظت. في تريكاية كمان، افرض مثلًا هو جدد الصورة عمل update للصورة فهو هيمسح الصورة القديمة، فأنت هتيجي هنا وتعمل إيه، هتعمل if لو في صورة قديمة ابدأ امسحها وابدأ بعد كده إيه، حُط الصورة الجديدة. عشان بعد كده تبدأ تستخدم الprofile image مثلًا تستخدمها هنا في الstarter kit تحت هنا هتروح للكود بتاعك. بعد كده هتدوّر في الheader أو الside bar بتاعك يعني الlayout بتاعك هتدوّر على flex profile وتبدأ تشيل initialize ديّة وتحط avatar. تمام، بعد كده تفتح أقواس نفس اللي هنا ده كده، لكن بدل name هتبقى image URL تقدر تشيل دلوقتي. تمام، وهتاخد نفس الكلام ده وتدوّر على الapp بتاعة الموبايل. بعد كده نروح نبُص الصورة اتضبطت أهي بس هي عشان كبيرة فطلعت يعني برّه البتاع. إن شاء الله الجزء ده خلص، إن شاء الله تكونوا اتعلمتوا معلومة مفيدة من الفيديو ونتقابل في التاني. سلام.